إخواني أخواتي، السلام عليكم. الجالية المغربية المقيمة بالخارج على استعداد للذهاب إلى القرقارات إن شاء الله. منين جات الفكرة؟ من هذا الأخ مصطفى طيب رئيس جمعية ASBL أوغافريك، والأخت ليلى خباز رئيسة جمعية المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. سهروا ليل ونهار باش تتم هذه المسيرة، وستتم إن شاء الله رغم الصعوبات والعراقيل اللي واجهوها من طرف العديان. عبر العالم كاينين مسؤولين اللي كيسجلوا الجالية المغربية اللي بغاو ينضموا لهذه المسيرة. ما تنساوش بلي أن الأماكن محدودة، ولهذا اللي مازال ما تسجلش نشجعوا باش يتسجل معنا بسرعة. الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي تسجلات الموعد ديالها 23 أكتوبر في مدينة طنجة من حيث الانطلاقة. هذه المسيرة مسيرة رسمية. الموكب غيكون عبارة عن حافلات اللي كيحمل الجالية المغربية والشخصيات و50 من متطوعي المسيرة الخضراء، والقدام ديالهم الدراجات النارية تجاه القرقارات، مرورا بمدينة الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، قلميم، الداخلة، القرقارات. كثير من الأعداء والحساد حاولوا بجميع الوسائل ديالهم باش ما تتمش هذه المسيرة، ولكن ستتم إن شاء الله. منهم من قال أن المسيرة الخضراء انتهت والصحراء صحراؤنا. صحيح، المسيرة الخضراء التي قام بها صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله فوق راسنا، حنا ما غنفوتوهاش، ولكن الجالية المغربية غادا تقوم بهذه المسيرة هذه باش تبين الأعداء لا داخل أو خارج الوطن بأن الجالية المغربية متشبتة بصحرائها، ولن نتخلى عن حبة رمل من صحرائنا. رغم بعدنا عن الوطن الأم، فنحن الجالية المغربية نحمل في قلوبنا قيم وتقاليد وثقافة المغرب. حنا ما كنتظروش شي واحد يجي يهمس لنا في ودنينا. نحن وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. إذا يا إخوان، ما تضيعوش هذه الفرصة الثمينة التي ممكن لا تعوض. نصر الله صاحب الجلالة وحفظ الله الأسرة الملكية. نحن المغاربة كلنا صحراويون، كلنا صحراويون، كلنا صحراويون، أبغيتوا ولا كرهتوا.